والنهارده هناخد جولة جوه جسمنا، بس مش أي جولة، احنا هننزل لأصغر جزء فينا، لأكتر حاجة بتتحكم فينا واحنا مش واخدين بالنا، وهي الحمض النووي، أو زي ما العلماء بيسموه DNA. تفتكروا بقى الحمض النووي الحاجة الصغيرة جدا دي بيتعمل بيها ايه؟ أو هل ممكن ننسخه ونعدل فيه؟ كل ده هنعرفه مع بعض، فخليك معايا لحد آخر الفيديو علشان المفاجآت اللي هتسمعها. في البداية خلينا نتكلم عن ايه هو الحمض النووي. بص يا سيدي، الحمض النووي ده زي كتالوج التعليمات بتاع جسمك. تخيل كده ان جسمك ده مصنع ضخم. الدي ان ايه هو الكتالوج اللي بيقول للخلايا تشتغل ازاي، وكمان تنتج ايه، وكمان تبني جسمك ازاي. طيب الحمض النووي ده بيتكون من ايه؟ الحمض النووي بيتكون من 4 قواعد كيميائية، A و T و C و G، بيتربطوا ببعض في شكل سلم حلزوني. تخيل كده سلم لولبي ماسك جيناتك كلها. طب يا ترى بقى الحمض النووي ده بيبقى موجود فين في جسم الإنسان؟ الحمض